ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم اللعبه اللي هتنزل جديد في الحلقه في حدث اللي هو هينزل يوم الخميس الجاي، اللي هو الحدث الجانبي اللي هو هيبقى صغير ده. في تسريبات اللعبه اللي هتنزل فيها هقولها لكم النهارده. فتنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. زي ما انتم شايفين الموقع ده رسمي من افس موبايل. في الحدث اللي هو اسمه ديفايننج ليجاسي. هينزل التلات لعيبة دول رسمي من اللعبة نزلت ان دول هينزلوا. اول حاجة لعيب اس تي 109 ايطالي ايكون، تاني لعيب سي دي ام 109 ايطالي ايكون، تالت لعيب ال بي 109 انجليزي ايكون. هقول لكم بقى في دي التوقعات. ديل بيرو اللي هو كان اس تي ايطالي من شوية، وبيرلو وكول اشلي كول. دول ممكن اللعيبة اللي هينزلوا التوقعات. غير كده بقى ممكن اللعيبة تنزل تاني زي بوبو تشارلتون، ليفيا شين، روبرتو كارلوس، كارلوس بويل، ماسكيرانو، لا ماركيزيو اسف. فممكن دول ينزلوا في الحدث ده. وزي ما انتوا عارفين برضو ان الحدث مكون من 5 اقسام. اول قسم اللي هو الرئيسي، وتاني قسم اللي هو بتاع تشيلسي، وتالت قسم ريال مدريد، ورابع قسم يوفنتوس، وخامس قسم اللي هو الجدل اللي فيه الشر. فده قسم تشيلسي ممكن ينزل اللعبة دي كول بالمر 109، مش عارف مين اللاعب التاني ده 109 انجليزي، في انزو فرنانديز 109، جوستو 107، ماركو جوي اس تي 107، مدويكي اس تي 106. دي توقعات. وبرضه في قسم يوفنتوس ممكن تنزل اللعبة دي زي يلدز 108، كونسيساو 107، فلاهوفيتش 107، تورام 107، بريمير 106، كالولو 104. في قسم ريال مدريد ممكن ينزل لعيبة زي بلينجهام 109، فالفيردي 109، كارفاخال 109، روديجير 109، 108. يعني هو دي كل توقعاتي. يعني ممكن ما ينزلوش بنفس المركز، ممكن ما ينزلوش، ممكن اللعبة دي ما تنزل، ممكن لعبة تانية من ريال مدريد تنزل، ممكن مش نفس الريت ومش نفس المركز. بس دي توقعات، بس توقعات بنسبة 90% ممكن تنزل منها عادي. تشاوميني 107، مندي 106. اللي رسمي ومش توقعات اول 3 لعيبة دول ديل بيرو وبيلو واشلي كول. دول مش دول رسمي. ويوم الخميس اللي بعد الجاي، مش الخميس ده، الخميس اللي بعد الجاي، لما الحدث النار ضد اللعب ضد المية يخلص، ينزل الحدث ده. هيبقى جزئين، هيبقى اسمه راجناروك. وهيبقى الحدث ماكس اوفر 111. فالتشكيلات هتعلى قوي، هتبقى ماكس اوفر 111. كده الفيديو انتهى. لو عايزين فيديوهات تانية برضو فيها تسريبات وفيها تجربة لاعبين، قولوا في الكومنتات. وسلام.